اسمعي الصوت، صلوا على النبي في قلبكم. بنبدأ الحلقة الثالثة بمشهد يقطع القلب لوصول أركان لدجلة اللي ليه لقاها مرمية ومضروبة، والضرب معلم في وشها كله، وفوق راسها فرمان أخوها موجه السلاح عليها وعايز يخلص. وفجأة أركان صرخ فيه وقاله يبعد السلاح عنها ونروح لإنجي. وفكرة اللي بيسألها لو هيشوفها تاني، فتقول له لا طبعا، وأنا غلطانة إني جيت المرة دي. فكر الزعل، وطلب منها سؤال واحد قبل ما تمشي، وسألها ليه أسعد عايز أركان هو اللي يورث الشيلة بدل طاهر، وقصدك إيه بالكلام ده؟ فسألها بوضوح هو طاهر ابنه فعلا؟ وقالت له لا طبعا، ده لو أسعد شك لحظة ما كانش سابه في البيت يوم واحد ومشيت وسابته. وفكرة قال لنفسه ما دام مش ابنه يبقى هلعب بيه زي ما أنا عايز. ونرجع لأركان وإخوات دجلة اللي ناويين يخلصوا عليهم هما الاتنين. وفرمان قال له انت طلعت غني ومن العيلة الكبيرة، بس برضه هقتلك عشان غسل الشرف. فأركان بصله بقرف وقال له انت اصلا ما عندكش شرف وعامل بطل عشان هي اضعف منك. وقال له احنا مش في قريتكم هنا، اصغر جريمه كاميرات بتجيبها والشرطه بتقبض عليك في تانية. بس انا هكلمك باللغه اللي بتفهمها، وعرض عليه مبالغ خياليه وفلوس ملهاش اول من اخر مقابل ينسوا موضوع الشرف ويرجعوا قريتهم. ففرمان رياء وجري ووافق، بس بشرط انهم يعيشوا في اسطنبول معاهم عشان يضمنوا انه مش هيطلع دجله. فاركان اضطر يوافق، وخد معاهم جيفان واحد من اخواتها عشان يراقبهم زي ضلهم. ورجعوا الفندق، وجيفان بدا يتعامل بجرافه، وامر دجله تقوم تحضر له طفح ياكله. لكن اركان اتعصب وقالوا دجله مش خدامه، حد ولو جعان قوم اخدم نفسك. وقالوا ينزل يحلق دقنه المقرفه دي ويظبط شكله فورا. اركان خد دجله وقعد يحط لها مرهم على وشها المورم، وكان عايز يوديها المستشفى، بس هي رفضت. واستغرب ازاي اخواتها يعملوا فيها كده، فقالت له ان ابوهم كان بيضربهم طول الوقت وهم طلعوا زيه. ونروح لاسعد اللي بيعلن للعيله ان اركان فلس وهيرجع لنا زحف، والسبب في كل ده هي بنتهم. وبص لها بغل وقال لها ازاي قدرتي تقتلي ابنك وتجهضيه من غير ما يرفلك جفن عشان بس الكرسي والشركه، وعشان كده مستحيل تمسكي الشغل ابدا. وعرفنا ان الدين اللي عليهم لطريقها اللي بيطالب بحقه بعد ما عرف انها كانت حامل، واجهضت من وراه وطلقها. وفجاه يوصل اركان ويقول لابوه انت كسبت وانا مستعد لكل اللي تعوزه، بس بشرط ان دجله ما تصرفش لبلدها. وجاب معاه صاحبه ادير واخو دجله جفان عشان يشغلهم في القصر والخدامه. خدت دجله وبدات تذل فيها وتخليها تنظف الحمامات وتكرف لها، ودجله ساكته وبتغني وبتقضي شغلها بصبر. ونرجع لاركان وابوه اللي بيقول له شفت الفلوس هي اللي جابتك تاني. لكن اركان قال له انا رجعت عشان اخوات دجله هددوني. وبص لامه كانه عارف انها هي اللي جابتهم، بس هي انكرت وقالت له اجيبهم منين وصورك في الصحافه والنايت كلوب ماليه الدنيا واكيد هم شافوها. ونرجع لدجله وهي بتنظف في الحمام، وسمعت صوت المسبحه اللي بترعبها في ايد فرمان، ودخل عليها وهو ناوي على الشر وبيحاول يضربها علشان بتنظف حمام الرجاله، ولكنها بتقول له بمسكنه ان هم اللي امروها تنظف هنا. ولكنه بصلها بغل وقالها انها هنا ست القصر ده وتتعامل على الاساس ده. ولكن في الوقت ده بتيجي حواء وبتطرده بره وبتقول له يروح يغسل العربيات. وبنرجع لدجله وبتروح الخدامه الحربيه تديها منظفات ممنوع اصلا ينخلطوا مع بعض، وتقول لها تخلطهم على بعض وتكبهم عشان تنظف الارض لانها ما نظفتش كويس من وجهه نظرها. وبتسمع دجله كلامها بحسن نيه وصفاء قلب، ولكن لما بتشم ريحته بيكونوا محرقين وصدرها بيقف وبتبدا تكح تموت. ولكن بتضطر تحط ايدها في انفها وتكتم نفسها عشان تنظف وتخلص شغلها. في الوقت ده بتكون انجي بتتكلم مع اسعد وبتطلب منه يتنازل عن القضيه اللي رفعها على اركان. فبيوافق اسعد وبيقول لها انه عمل كده كاخر فرصه لابنه، ولكن لو خالف كلامه مره تانية مش هيكون مجرد تهديد وهيكون عقاب حبس بجد وورا القضبان. وبنرجع لدجله واللي بتتعب اكتر وبيجيها قدير وبيعرف اللعبه اللي عملتها الخدامه. ولما بده يكلم اركان دجله بترفض تماما لانها اتكسفت انها ما عرفتش تقرا التحذير اللي على العلب، وتصر ان ادير هو اللي ياخدها المستشفى مش اركان. وبياخدها ادير وبيروح المستشفى فورا وبيدخلوا، لكن الدكاتره مش بيرضوا يستقبلوها لانه معهاش بطاقه ولا تعريف رقم قومي. وبتطلب منه دجله انهم يمشوا ويرجعوا، ولكنه بيفكر بذكاء وبيقول لها تمثل انها فقدت الوعي وقعت. وفعلا في اللحظه دي بيدخلوها فورا عشان يلحقوها. وبعد شويه بتتحسن دجله وبيرجعوا القصر، وبتطلب دجله من ادير انه ما يعرفش اركان اي حاجه عن اللي حصل. وبعد شويه بيقعد ادير مع اركان وبيسالوا ادير لو كان فعلا متاكد ان ابوه مش هو اللي بلغ اخوات دجله بمكانهم. فبيقول له اركان ان دي مش طريقه ابوه في تصفيه الحسابات ابدا. فادير بيقول له ما دام كده اعرفهم ان اخوات دجله هنا واطلب مساعدته. ولكن اركان مش بيقدر يعمل ده ابدا، وده لانه لو عمل كده ممكن اخوات دجله ينشروا صور كتب كتابه هو ودجله لانهم صوروه وقتها، وكمان هددوه بالصور دي انهم ينشروها للصحافه وتفضحه، وانه مضطر يسكتهم ويسيسهم من غير ما يعرف ابوه اي حاجه. وبنروح لنيلوفر وهي خارجه من القصر وبيشوفها جيفان، وبيكون باين عليه انها عجبته جدا ومصدوم من جمالها اللي ملوش زي. وبتساله عن السواق بتاعها وبتعرف انه في اجازه، فبيقول لها جيفان ان هو السواق الجديد
وممكن يوصلها لمكان ما تحب. فبتوافق نيلوفر وبيركبوا العربيه سوا، وبتوصل قصر طريقها بيومين. فبيفرح جدا لما بيشوفها قدامه، وبتعرفوا ان طاهر استغلهم ولف عليهم عشان يضغط على ابوهم، وانه في الاخر هياخد الفلوس من فكره. وطليقها بيعصب جدا لان طاهر ناوي يخدعهم ويقوي فكره على حسابهم. وبعدها بيتناقشوا في موضوع الجنين اللي اجهضته ونزلته. فبتقول له بكثره ان ابوها بيذكرها كل يوم بهذا الشيء اللي حصل، وانها ندمانه اصلا على اللي عملته. وعلى طول بتمشي وتسيبه. وبنرجع لدجله، وبتكون جعانه جدا ومصارينها بتصوت، ولكن الخدامه بتعاقبها مره تانية وبتقول لها ان ميعاد الاكل عدوى، وبتقول لها تعالي اوريكي اوضتك اللي هتنامي فيها. ولكن بتاخدها الخدامه برذاله على اسطبل الخيول. وبتكون انجي واقفه هناك وبتعرفها ان دي اوضتها ومسكنها. فبتسألها دجلة براءة لو أركان يعرف إنها هتبات هنا وسط الخيل. فبتقول لها إنجي بغلاء وما تنطقيش اسم ابني مرة تانية. وبتقفل عليها زهرة على دجلة. وبتصحى وقت الفجر وبتكون جعانة جدا. فبتصحى تدعي ربنا يرزق أي حد جعان في الدنيا دي، وبتنوي صيامها لله. وعلى طول بتنام تاني من التعب. يوم بنشوف أسرة أركان مجتمعين مع المحامي عشان يخلصوا إجراءات طلاق دجلة. وبيقول أسعد لو دجلة سمعت عن قضية الطلاق هتحاول تلهف وتاخد من أملاكه. ولكن أركان بيأكد له إن دجلة مش عايزة أي أملاك ولا بتفكر في الفلوس. ولكن أبوه مش بيصدق طبعا وبيركب دماغه. وهنا بيفتكر أركان إن أخو دجلة الجيفان شغال عندهم في القصر. فبيقول لهم أركان ومحذرهم محدش من الخدم يعرف أي حاجة عن قضية الطلاق دي. وبيقول لهم المحامي إن الأحسن دجلة ما تعرفش حاجة خالص، عشان في الحالة دي لما تبعت لها المحكمة الإنذار مش هترد عليه، وفي الحالة دي هتطلق غيابي ومن أول جلسة. وبيدي المحامي أركان الورق اللي دجلة هتبصم عليه. وبنروح لحواء وبتسأل الخدامة عن مكان دجلة راحت فين. فبتعرفها إنهم قافلين عليها في الحظيرة وسط الخيل. وبيكون أركان معدي من جنبهم وبيسمع الكلام وبيعصب عليها جامد جدا. وبيروح يطلع دجلة فورا وبدون تأخير. وبتروح وراه فورا زهرة وهي بتترجاه وبتقوله إن ملهاش ذنب في اللي حصل. فبيعرفها بلهجة شديدة إنه هيطردها من القصر. أركان بيكسر الباب بكل قوته، ولكنه بيلاقي دجلة قاعدة بتضحك وسعيدة. وبيسألها باستغراب عملتي كده ليه؟ وبتقول له إنها مش متضايقة أبدا، وإنها فضلت تلعب مع المعزة طول الليل ومبسوطة. وبيقول أركان لدجلة بوضوح عايزة أطرد الخدمة دي. فبتبص لها زهرة بكسرة وبترفض دجلة إنها تطرد الخدامة. وبتقول لأركان إنها كانت مجبرة تعمل كده عشان الأوامر. وزهرة بتسمع الكلام ده وبتجري وهي مكسوفة من نفسها. وبدأت دجلة توري أركان المعزة اللي فضلت تلعب معاها طول الليل. وبيسألها باستغراب إزاي بتقدري تبقي مبسوطة كده وراضية بالحال. فبتقوله دي طبيعتها اللي اتولدت بيها. وبيسألها ليه ما حكتليش على اللي أمه عملته فيها لما نيمتها في الزريبة. فبتقوله إنها ما كانتش عايزة تشغله وتعمل مشاكل. فأركان بصلها بحزم وقالها بعد النهارده أي حد يضايقك تعرفيني فورا أيا كان هو مين في البيت ده. وهنا أركان طلع ورقة الطلاق وبيديها لدجلة وبيخليها تبصم عليها. وهي وافقت وبصمت فورا من غير ما تنطق حرف. وهو استغرب جدا إزاي وافقت وبصمت كده من غير ما تسأل حتى الورقة دي فيها إيه. بس هي بصت له وقالت له إنها واثقة فيه أكتر من أي حد في الدنيا دي كلها. هنا أركان قلبه وجعه ووعدها إنه مش هيسيبها أبدا وإنها هتفضل عايشة معاه. وهي وعدته إنها هتحاول تبقى زوجة لايقة بيه وبتشرفه. فبيتوتر أركان وبيقول لها بلهجة غريبة إنه ممكن يزعلها في يوم وحتى ممكن يكسر قلبها. ويا ريت وقتها تكون عارفة إنه بيعمل أي حاجة عشان مصلحتها وبس، ويطلب منها ما تنساش الكلمة دي أبدا. وبيدخل أركان القصر وهو شايل الهم ومخلوق. وبيشوفه قدير وبيسأله مالك شكلك مش مريحني. فبيحكي له أركان اللي اضطر يعمله إنه بصم دجلة على ورقة طلاقها وهي مش فاهمة حاجة، وإنه ضميره بياكله بسبب غدره ده. وقدير بيحاول يهون عليه ويقول له إنك كنت مضطر عشان تحميها. وأركان بيعرفه إنه عايز يعلم دجلة القراءة والكتابة في أسرع وقت عشان محدش يضحك عليها تاني. وبيتصل أركان بسيلين وبيطلب منها تيجي تعلم دجلة. فبتقول له إنها موافقة وهتكون عنده بعد ساعة. وبيروح أركان يتخانق مع أمه إنجي بسبب اللي عملته في دجلة ونومتها وسط الخيل. بس إنجي ولا كأنها هنا وبتقول له ببرود إن ده مكانها الطبيعي. فأركان هددها وقالها لو دجلة نامت في مكان زي ده تاني مش هتشوفي صورتي في البيت ده مرة تانية، وسابها ومشي. وفي طريقه بيوقف جيفان قدام عربيته فجأة وبينزل أركان يتخانق معاه، لكن جيفان قال له بتبجح إنه عايز فلوسه. فأركان رماله الفلوس وقال له مش عايز أشوف وشك هنا مرة تانية. ونروح لإنجي وهي بتكلم بورجين، وبورجين خايفة يكون أركان غير رأيه تاني. بس إنجي طمنتها وقالت لها إن عندها طريقة تخلي أركان يلزق فيها وما يسيبهاش أبدا. وقالت لها إن الكلام ده سر ومحدش يعرفه، والطريقة هي إنها دايما توجع ضميره وتحسسه بالذنب ناحيتها وتلعب على الحتة دي لأنها الوحيدة اللي بتجيب مع أركان. وبنروح لجيفان اللي كالعادة بيتخانق مع دجلة وبيأمرها تعمل له فطور وتجيبه له عند المسبح. ونيلوفر بتشوف جيفان قاعد وحاطط راجل على راجل ودجلة بتخدمه. فاتجننت ونزلت له فورا وهزقته وقالت له انت هنا مجرد سواق، يعني تخدم نفسك وتاكل في المطبخ مع الخدم. وبنروح لأركان وهو بيقابل بارجن وبيعتذر لها على كل اللي فات. وبتسأله بدموع لو كان فعلا بطل يحبها، وبتقول له لكن أركان في اللحظة دي فجأها وعرض عليها الجواز. ففرحت جدا
ووافقت فورا وحضنته وهي مش مصدقة. وبنرجع للقصر وظهرت الخدامة بتوقع البيض في الأرض قصد وتنادي إنجي وتتبلى على دجلة وتقول إنها هي اللي وقعته ورافضة تنظفه. بس إنجي فاجئتها وقالت لها نظفي أنت يا زهرة، وخدت دجلة وخرجت بيها وودتها لسيلين اللي كانت مستنية على الباب عشان تبدأ الدروس. دجلة فرحت جدا وإنجي طلبت من سيلين تسبقهم للحديقة. وأول ما سيلين مشيت إنجي بدأت تهدد دجلة وتحذرها إنها لو حكت لسيلين عن جوازها من أركان هتبقى ليلتها سودة. وبدأت سيلين تعلم دجلة. وفي نفس الوقت كان أركان مع برجين بيختاروا مكان الخطوبة. وأركان كان هيموت من الملل وبرجين ماسكة في كل تفصيلة بقالها ساعتين. وهم راجعين في الطريق أم برجين اتصلت تسأل عنها وبرجين قالت لها إنها مبسوطة وأركان لابسها ختم الخطوبة. فالأم قالت لها قولي لأركان إن أبوكي مش هيدفع قرش واحد قبل الفرح. فبرجين اتوترت وقفلت السكة. ونروح لإنجي وأسعد اللي بيفكروا في القرض من فكرة. وفي الوقت ده بيتصل حمدي أبو برجين وبيبارك لأسعد على الخطوبة وبيعتذر له إنه ضغط عليه. فأسعد وإنجي فرحوا جدا وقالوا إن جواز أركان وبرجين هو اللي هيسدد ديونهم لفكرة. وفجأة بيتصل طريق نيلوفر وبيقول لأسعد إنه هيأجل موضوع الدين ويدفع على مهله ومش محتاج الفلوس دلوقتي. فأسعد طار من الفرحة وقرر يلغي اجتماعه مع فكرة. وبنرجع لدجلة وهي بتخلص درسها ووقعت منها صورة وهي لابسة فستان الفرح. فسيلين شافتها وسألتها باستغراب أنت متجوزة؟ فدجلة اتوترت وسيلين اعتذرت لو السؤال ضايقها. ودجلة طلبت منها محدش يعرف بالصورة دي أبدا. وبنرجع لأسعد لما جاله طاهر عشان يفكروا بميعاد فكرة. فأسعد قال له ببرود إني لغيت كل حاجة. وطاهر اتصدم صدمة عمره. وفي الناحية التانية بتوصل رسالة لنيلوفر من طريقها بيومين بيقول لها إن موضوع الدين اتأجل وإنه عمل بنصيحتها. ونيلوفر فرحت جدا وقعدت تتفرج على صورها القديمة مع بايومين وبان قد إيه كان بينهم قصة حب كبيرة. وبنرجع فلاش باك ليوم ما عرف بيومين إن نيلوفر أجهضت البيبي. وقتها نهار وقال لها أنت عارفة إني ماليش عيلة وكان نفسي في الطفل ده يملى عليا دنيتي. ونرجع للحاضر ويدخل طاهر يفرغ غله في نيلوفر ويتخانق معاها. وقال لها انت السبب ان ابونا لغى القرض من فكرة. وقعد يلقح كلامه ويقول لها انت عامله فيها طيبه وانت بتطعنينا في ظهرنا ووصلت بيك القسوه انك تموتي ابنك عشان الكرسي والشركه. نيلوفر اول ما جاب سيره ابنها قامت ضرباه كف خماسي الابعاد وطرته بره الاوضه. طاهر الغلاك له واتصل بفكره يحكي له اللي حصل. فكره قاله ببرود شغلك معايا بح خلاص ومن هنا ورايح كلامي هيكون مع اركان وبس. وقفل السكه في وشه. ومش بس كده ده بعت لطاهر فيديو مصيبه ماسكوا عليه وبيهددوا بيه. طاهر أول ما شاف الفيديو جسمه اتشنج ووقع في الأرض وجات له نوبة هلع تخلص على اللي خلفوه. وفي الوقت ده دجلة كانت بتتمشى في الجنينة وشافته بيترعش. جريت عليه وهي مرعوبة ليكون لبسه جن أو حاجة. وفورا حضنته وقعدت تقرأ عليه سورة الناس والقرآن عشان يهدأ. صرخت دجلة تطلب المساعدة وجه أركان وبرجين يجروا واتلمت العيلة كلها وخدوه لوضته. دجلة وقعت تحت إيد أخوها جيفان لأنه شافها وهي حاضنة طاهر. الخدامة زهرة شافت المنظر وجريت تحكي لإنجي. وأركان وبرجين شافوهم. وأركان راح فك دجلة من إيده وهزقه. جيفان بصله بتحدي وقال له أنا بعمل اللي أنت لازم تعمله يا راجل. برجين استغربت وسألت أركان هو يقصد إيه. بس أركان هرب من السؤال ومرضيش يجاوبها. ظهرت الخدامة راحت لجيفان وقالت له أنت زعلان منها كده ليه؟ دي مرات أركان بس مش هتطول. جيفان استغرب وقالها يعني إيه جوازهم مش هيستمر؟ قالت له أركان بصم دجلة على ورق طلاقها ودجلة كانت واقفة بعيد وسمعت كل حرف. انصدمت وقعدت تعيط بحرقة. ونروح لطاهر اللي قرر يحرق البيت كله وينتقم من عيلته. طلع دفتر جواز دجلة وأركان وصوره وبعته للصحافة عشان الفضيحة تبقى بالجلاجل. وفي الأوضة التانية إنجي كانت بتكلم فكرة وبتسأله هددت ابني بإيه يا نكرة. وقعدت تعايره بأصله وإنه تربية ريف وهرب لألمانيا ورجع بشوية فلوس مهربة. وقام بعت لإنجي صورتها معاه يوم ما راحوا ليهادة لإخوات دجلة. طبعا إنجي لو أسعد عارف إنها قابلت فكرة من وراه الدنيا هتتقلب. وفجأة تليفونها رن وكان أسعد طالبها تطلع له فورا. وكان ماسك تليفونه ومتعصب جدا. ونرجع لأركان وبرجين اللي دخلت معاه في خناقة عشان مهتم بدجلة زيادة. أركان دافع عن دجلة وقال لها أنت متعرفيش هي عانت إيه في حياتها. برجين ضحك وأنا كمان عانيت. أركان قال لها أنت طول عمرك بيجيلك اللي بتطلبيه. قالت له أنت بتكرهني عشان محمد مات قبل ما تعتذر له. أركان قال لها اسكتي متفتحيش السيرة دي. بس هي قامت قلعت قميصها وورت له جروح بشعة في جسمها. أركان اتصدم وقالت له كل ده بسببك وعشان ما عرفتش أعبر عن حزني غير بوجع جسمي. أركان قلبه رق وحضنها بوجع وصدق إنها بتأذي نفسها بسببه. وفي اللحظة دي دجلة كانت واقفة وشايفاهم وهما في حضن بعض. وخلصت الحلقة على كده. الفضيحة في الطريق للصحافة وإنجي ممسوك عليها زلة. ودجلة شافت أركان في حضن برجين بعد ما عرفت إنه طلقها. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان نعرف إيه اللي هيحصل في المعجن اللي جاية دي.